أن الكويت قد مرت بظروف عصيبة وحروب كثيرة، ولولا صمود أهالي الكويت في وجه هذه الهجمات الكثيرة التي مرت عليها لا حدثت للكويت قضية قد تكون محزنة. إخواني أبناء بلدي، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. باسم أهل الكويت بأننا لن نخضع بالتهديد ولن نخضع بالابتزاز، وسنعمل جميعا يدا واحدة من أجل عزة وكرامة الكويت. وكان خاطفو طائرة الركاب الكويتية قد طالبوا السلطات الجزائرية في وقت سابق اليوم ملء خزانات الطائرة بالوقود قبل الساعة 11. وسنعود إلى كويتنا كما عهدناها دار أمن وأمان وواحد أصيلة وارفة الظلال يستظل تحتها كل الطيبين والشرفاء من الكويتيين وإخوانهم المقيمين يعملون يدا واحدة من أجل الخير والبناء، مصداقا لقوله عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. أحب الكويت. ليش تبكي؟ عشان أحب الكويت. وإحنا هم بعد. ما أتوقع إيش كثر أنا أحبها. هذه العزيزة الكويت. إيه يا حبيبتي. وطني الكويت كلم كلم مجدي.